عمرك شفت لعيب جاب جون وهو مش في الملعب؟ انا يوسف التهامي العمودي. واحدة من أغرب الحاجات اللي ممكن تكون حصلت في تاريخ الكورة، أتلتيكو مدريد كان بيلعب ختافي في الدوري الأسباني، تمام؟ النتيجة كانت 0-0 والماتش كان معار. يوم سيميوني مدرب الفريق يجهز تغييراته عشان يطلع اللعيبة اللي مش في يومها وينزل لعيبة تانية ممكن يكون فيهم الرمى، واللعيبة دي هتنزل أول ما الكورة تقف، وهو مستني الكورة تقف عشان ينزل اللعيبة دي. المهم في الدقيقة 60 شوطة من ديفندر أتلتيكو مدريد الجون بيصدها، تترد، يقوم كوريا لاعب أتلتيكو مدريد مكمل عليها وحاططها في سقف الجول، ولسه الراجل هيحتفل يلاقي الحكم صفر ويبص لللاينز مان يلاقيه رافع الرايه ويقول لك إن الكورة دي أوف سايد. سيميوني بيستغل ان اللعب وقف فبيقرر ينزل التغييرين اللي هو محضرهم ويسحب الاثنين لعيبه اللي شايف ان هم مش في يومهم، وواحد من اللعيبه اللي ما كانش في يومها هو الواد كوريا اللي لسه جايب جون دلوقتي، فخد بعضه وخرج، لبس جاكيتته، قلع شرابه، فك شنكاره وقعد على الدكه، وفجاه بنلاقي اللعب لسه واقف والحكم حاطط ايده على السماعه، اتاريه بيراجع اللعبه مع حكم الفار، وفجاه الحكم بيصفر عشان يحسب الجون الاول لاتلتيكو مدريد اللي لسه جايبه كوريا اللي خرج وقعد على الدكه ولبس جاكيتته، فيبقى اول لعيب في التاريخ يجيب جون وهو مش في الملعب، والفضل يرجع كله للفار. اكتب لي تحت في الكومنتات لو في واقعه اغرب من الواقعه دي.